السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هندمس مع بعض حبة فول للسحور جميلة جدا. طبعا حتى لو عملنا احنا فول أول الشهر مش هتبقى مرة واحدة طبعا، فانت قبل ما يخلص كده واعملي تاني معايا. هنا الفول الأبيض ده جميل قوي، ومعايا كوباية عدس أصفر، ومعايا كوباية فول مدشوش. الفول كل واحد حسب الكمية، ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي نص كيلو. في ناس بتعمله في الحلة بيبقى زي الفل، في ناس بتعمله في الدماسة بتاعت الفوالة بتاعت الفول برضو مفيش مشكلة زي الفل. فالكمية حسب الحاجة اللي انت هتعملي فيها. ده حطيتهم على بعض كده. بصوا الفول طبعا كلنا عارفين، لو هنعمله لو هعمله بالصبح بنقعه بالليل، لو هعمله بالليل بنقعه الصبح، عشان كل ما هو حبيته كده كبرت وطري مش هياخد منك وقت على النار وهيبقى ما شاء الله يعني. طبعا حطيتهم وغسلتهم لغايه ما ميتهم بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بص الاول الميه كانت عامله ازاي اول ما حطيتهم، وبعدين كده الميه بقت زي الفل اهو. وانا حطيتهم مع بعض، مفيش داعي ان احنا ننقع كل حاجه لوحدها لان كده كده هتضيفيهم على بعض. غسلتهم غسله حلوه قوي قوي لغايه ما بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آه يا رب يا حبايبي كل لحظه وانتم بالف خير وطيبين وبصحه وسعاده يا رب. بصوا بصوا شايفين عامل ازاي بقى طري، اللهم بارك. في ناس عندها دمست الفول اللي هي الحرارية اللي هي بالكهرباء. هتغلي الفول بعد ما تحطيه في الفوالة، و تحطيه عليها، بس تغليه على النار وتحطيه على الفوال دمست الفول اللي هي بالكهرباء دي. ده بتسيبيها بقى مع نفسها، بتاخد وقت طويل ولكن ايه مش بتخليه حلو يعني برضو بيستوي. انا معايا هنا الفوالة دي زي ما شايفين، هي ما شاء الله حجمها كبير وبتاخد يعني بتاخد ازيد من كيلو كمان، اللهم بارك. هنحط فيها الفول والعدس، الحاجة اللي احنا غسلينها مع بعضها. معايا جزرة مبشورة كبيرة او اتنين، لو عندك اتنين صغيرين مفيش مشكلة. هنحط الجزر، وكمان بشرة قطاية حلوة كده كبيرة، فبشرها بالمبشرة يعني مش ضربها في الخلاط. وهنحطهم، وحطيت الجزر في النص، وبعدين هحط الطماطم من فوق. عايزة اقولك الفول بصراحة ربنا لما بيتعمل في البيت بيفرق، وبقى غالي جدا جدا بره. يعني انت ما شاء الله لما تعملي حبة زي دول هياخدولك وقت برضو ايه للسحور يعني. حاجة كده ما شاء الله، انت منقية الفول وعاملاه بايديكي وعندك ما تشيليش هم جبت ما جبتش نسيت على السحور. الحاجة في البيت بتبقى حلوة وطعمها حلو، ربنا والله بيحللنا زادنا. اللهم حللنا زادنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كده خلصت الكمية كلها. بص هحط الطماطم اهي، طماطمية حلوة كده كبيرة، لو مفيش عندك كبيرة وفي صغيرة حط اتنين. هنحط لهم مية سخنة عشان يغلي على طول. ولو ما حطيتش مية سخنة، هو كده كده اصلا يعني مش سخن فهنضيف له بارد، لا هو كده كده عادي برضو. ممكن تحط له مية من الحنفية بس عشان يغلي على طول. انتوا بجهزيه حطي شوية مية على النار وحطهم له. بصوا اللهم بارك. يعني بيستوي معاك بسرعة، يعني مش بياخد اليوم كله. بصوا هنا، يعني عايزة اقولك بعد ما استوى يعني كنت هخليه كمان 10 دقايق ربع ساعة على النار. حطيت له نص معلقة توم مطحون. عايزة اقولك جميلة جدا وبتديله ريحة روعة. يعني عايزة اقول لكم هي بتستوي معاه، مش بتبقى الريحة النفاذة يعني بتاعة التوم الني، لا لان هي بتستوي انت بتسيبيها 10 دقايق ولا ربع ساعة كمان. اللهم بارك بقى زي الزبدة. يعني هتبصي تلاقيه ساعتين بالكتير كده. لو فول مش قد كده هياخد منك 3 ساعات، اقل من مفيش 3 ساعات، هو مفيش هتلاقيه على طول عشان منقوع كتير. فهتلاقيه مفيش يعني هيستوي معاك بسرعة قوي. طبعا بنهدي عليه النار على الاخر، النار بتبقى هادية جدا جدا. لما تيجي تزوديه مية، لما ميته تخلص لازم مية مغلية، لازم هو طالما بيستوي المية تبقى مغلية. انما في البدايه خالص عادي، عايزه تحطيها سخنه حطيها قبل ما تحطيها على النار خالص، يعني الميه بتاعته الاول ميه بتحطها له. عايزه تحطيها تسخنيها ماشي، مش عايزه تسخنيها ماشي، انما طالما غلي على النار لازم نغلي الميه قبل ما نحطها له.
عشان ما يبدأش من الأول تاني وينشف ويحجر معاك، مش هيبقى حلو. لما تحط له المية السخنة يغلي على طول. حطينا له زي ما شفتوا نص معلقة التوم، وسبناه سبته 10 دقايق على النار. على نار طبعا هادية جدا. أول ما خلاص غلي بنوطي النار، ولو عندك شياطة حطيها له، أو لو عندك الدماسة أساسا اللي هي بالكهرباء دي برضو بتبقى تمام. واهم حاجه النار هاديه. بصوا بالمعلقه اهو، شايفين زبده اللهم بارك، ولونه ولا مسود ولا مغمق ولا في اي حاجه. وفي ناس الفول بيغمق معاها. الناس اللي بيغمق معاها قبل ما تطفي عليه بدقيقه واحده حط له معلقه خل. انا ده ما حطيتلوش، لاني اللهم بارك والله ما حطيت له، والله ما ضفت اي حاجه غير اللي قدامكم اللي انتوا شفتوه. العدس، الفول المدشوش، الجزر، الطماطم، ونص معلقة التوم اللي في الآخر. ما ضفتش ولا أي حاجة. الملح، وحطيت الملح. يعني يكون برضو خلاص هتطفي وحط الملح بتاعك ياخد له غالية كده وخلاص اطفي عليه. حطي بقى الملح حسب الكمية اللي انت عاملاها، او ممكن ما تحطيش كتير يعني، ولما تيجي تجهزيه تكملي، بس عشان يتشرب منه الملح ويبقى طعمه حلو. يعني ان ساعات الحاجه لما بتستوي لغايه الاخر ونشيلها بيبقى مهما تحط لها ملح بيبقى مش حلوه يعني كده. فانا بحط كده الملح يغلي معاها حبه وخلاص، يعني ما فيش في الاخر خالص قبل ما اطفي يعني. طبعا جهزنا الطبقين بتوعنا اللي انتوا شايفينهم دول. اللهم بارك. حطينا الليمون، و طبعا احنا جايبين الليمون ده، الليمون الصغير ده غالي جدا ما جبتهوش. بصوا حطينا انا ما حطيتش ملح لان زي بقول لكم زي ما شفتوا حاطين ملح. وطبعا انا هنا في ناس بتاكل بالشطه وناس بتاكل من غير الشطه. بصراحه الشطه بتفرق قوي يعني، بتدي له طعم حلو قوي. بس الناس اللي معدتها مثلا تعبانه او كده مش. طبعا دي التوابل اللي احنا طحناها مع بعض. شفناها مع بعض عندي في القناه. وكمون وكزبرة. طبعا البهارات التانية اللي احنا عملناها دي للحوم والفراخ، دي بقى الكزبرة والشطة والكمون اللي احنا قلنا عشان الفول والحاجات اللي زي كده. طبعا معلقة الطحينة. انا عاملة هنا طبقين، واحد بشطة وواحد من غير، عشان اللي مش عايز بالشطة. وهنحط عليهم الطحينة وهنحط عليهم الزيت. يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا. فضلا ليس امرا حبايبي، ما تنسوش اللايك انتوا بتتفرجوا. كل لحظة وانتم بألف خير. القناة مش هتكبر إلا بيكم وبدعمكم، وأنا لو وصلت لحاجة في قناتي هيبقى الفضل لربنا ثم لحضراتكم. يا رب يسعد قلوبكم ويفرحكم دايما، ويجعل أيامكم كلها خير وسعادة وراحة بال. ادعوا لبعض يا جماعة، ادعوا لبعض كتير، وادعوا لنفسكم وادعوا لأولادكم. ربنا يا رب يتقبل مننا دايما يا رب، اللهم آمين. شايفين طبقين الفول دول عاملين ازاي؟ هنجهز بقى ايه السحور، وهنحط الطبقين بتاعنا معاهم. وهنحط معاهم كمان طبق تالت هو فول ومشكلين فيه يعني. يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. النهارده عملنا السحور بتاعنا طبعا. فحطيت جبنه بالطماطم، وحطينا عليها زعتر وخيار وطماطم وشيبسي، ومعانا فول بالشطه وفول من غير شطه، وفول سلقته بيض كده وقطعته عليه. هرسته في السمنه وبعدين حطيته على الفول بصراحه. ومعانا مخلل. طبعا مش بنحب، المفروض ما ناكلش مخللات في الصيام عشان ما نعطش. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، يا رب يكون الطريقة عجبتكم. معانا طبعا العيش البلدي، وكل لحظة وانتم بألف خير. وشكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.